مساء الخير. النهارده خارجه مع صاحبتي اشرب قهوه في كافيه، فقلت قبل ما انزل اوريكم الاوتفيت. انا قلت لكم هصور كل ما اجي انزل هصوريكم الاوتفيت والميك اب والشعر. اوكي يلا بينا. طيب هوريكم كده، هرجع بس شويه اوريكم الطقم كامل. اوكي ده الطقم كامل عشان كمان تشوفوا تطور رحلتي في فقدان الوزن. اوكي طبعا الجاكيت ده انا مشترياه تقريبا من 4-5 سنين. لبسته مرتين 3 وبعد كده ما دخلش فيا لان انا بتخن جامد قوي من دراعاتي، فما دخلش فيا، فرحت حطيته في بوكس وشلته في الدولاب. طبعا انا بقالي فتره الحمد لله مداومه على الرياضه، مداومه على الدايت، بقالي 4 شهور ونص من اول 7، من اول شهر 7 8 9 واحنا تقريبا اولموست 10 خلص، يعني تقريبا 4 شهور. فتقريبا خسيت لي بتاع 20 كيلو. اوكي فالجاكيت ده من ضمن الحاجات اللي انا قستها. طبعا كل الدواليب فتحت وطلعت كل الحاجات اللي انا اشتريتها ومعرفتش البسها بسبب السمنه، فدلوقتي دخلوا فيا. اوكي الجاكيت ده تقريبا من 4-5 سنين كنت شارياه ولبسته مرتين 3 وركنته في الدولاب. جديد لانج ما اتلبسش غير مره يمكن او مرتين. اوكي ادي البنطلون الاسود والبادي والاكسسوار. اخترت بس حاجه النهارده تكون مع مع السودا مع الاسود كده ماتشنج، فقلت تبقى حاجه ايه، حاجه رقيقه، يعني مش عايزه حاجه كبيره. عندي عقاد كبيره قوي سودا بس قستها ولبستها ما عجبتنيش. اوكي هبقى اوريها لكم مره، هعمل لكم فيديو تاني بالاكسسوارات السودا اللي عندي اكسسوارات سودا كبيره وضخمه، بس لبستها حسيت انها مش لايقه على الطقم كامل. اوكي طيب ايه رايكم في المكياج؟ ايه رايكم في الميك اب؟ كويس حلو. طيب كمان قبل ما هي تيجي عشان هي هتعدي عليا، قبل ما هي تيجي هصور لكم كام فيديو كده هتكلم فيه عن حاجات مختلفه. اوكي وبعد كده هصور لكم في الكافيه. تمام. مش عارفه اغير العقد ده بحاجه سمراء، مش عارفه لسه ما خدتش القرار اغير العقد ده بعقد اسمر كبير ولا ايه، مش عارفه. anyway يلا باي باي، enjoy the weekend.